بطن، مش هتقولي ست بكرش. مش قادره، لا مش قادره تطلع من جوه. ست بطن. اهتموا بنفسكم كده يا جدعان كده، وخليكم حلوين ومفرفشين كده برضو. يعني عشان خلي بالكم برضو الست من جوه بتبقى تقعد مخزون، تلاقي نفسك اتخلعت. طب خدي النظريه دي بقى، مش انت قاعده تقولي الراجل يهتم بنفسه؟ قولي لي. في نظريه امريكيه بتقول ان الرجل اكثر جمالا من المراه. ليه بقى؟ لانك حضرتك لما ساعات بنقابل بعض الصبح تقول ايه ده يا بوسي شكلك متغير ليه؟ اصل انا مش حاطه كونسيلر النهارده، اصل انا مش حاطه كحل، اصل انا مش عامله شعري، اصل انا، مع ان الرجاله بنقابلهم كل يوم لا حاطين ماسكرا ولا حاطين ميك اب ولا بيحط فونديشن. الراجل بيغسل وشه وبينزل زي القمر. ده لو حلقه لازم نقعد نحط. ثانيه واحده يا بوسي، بس عايزه اقول لك على حاجه العظيم يا طب استاذه بس عشان دينا. الدراسه دي، بس عشان انا الدكتوره دينا هنا النهارده. الدراسه دي خاطئه، عارفه ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان اصلا الراجل احنا متعودين على شكله كده. عمرك كنت شفتي مثلا اي راجل حاطط ميك اب؟ عشان هو احلى مننا. لا 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 لا, لا ده غلط. هم على طول بينتقدونا، احنا متعودين على شكلهم كده، عمرنا ما شفناهم بميك اب ولا هنشوفهم بميك اب. قصدك ان شكلهم وحش؟ لا، قصدي ان هم بينتقدوا الستات وعايزين الستات حلوه وبميك اب ومتوضبه. طب ما انتوا تتوضبوا على فكره. اي واحده بتيجي مش عامله ميك اب يقول لها انت مالك شبه الراجل، ما هيطلع لك شنب كمان شويه. طب لان الرجاله معروفه ان هي يا جماعه يعني القوه يعني والبدانه. بس يا ياسمين هقول لكم على حاجه. ده في اصلا بقى، هي مش نظريه، هي حقيقه، ان الست بتشوف الراجل اكثر جمالا بعينها 5%. دي حقيقه 5% بنشوفهم حلوين اكتر. عندنا يعني حاجه في عدسه العين بالذات لما تحب بتخليهم حلوين. يعني هم مش بيبقوا حلوين. انا ما عنديش ايه ده انا في عندي مشكله في عيني. لا انا 5% دول خصوصا لان ملونه بيشوفوها. انا ملونه ما فيهاش. لا انا حاسه ان نظري ضعف شويه، في تشويش. على فكره راي الدين بيقول ان في احد الصحابه هو سيدنا عبد الله بن ابي بكر، كان واقف قدام المرايه وبيحف دقنه وبيتعطر. يعني احد الصحابه سالوا ايه انت بتعمل كده ليه؟ قال له انني اتزين لزوجتي. قال له الا اتتزين لزوجتك؟ قال نعم، انني احب ان اتزين لزوجتي كما احب ان هي ان تتزين لي. فانه ده مبدا في الدين، يعني ان الانسان يبقى نظيف ويبقى مهتم ويبقى مسرح شعره، مش يبقى ناكش شعره ويبقى فانيله محملات وسايب دقنه. ده انا قاعد في البيت براحتي يا عم. ايوه صح. وفي الاخر يقول لك انا عايزه اتجوز واحده شكلها هيفاء وهبي. ايوه وهو هتجيلك على ايه دي يعني؟ ايوه صح. الراجل مش بشكله، الراجل بجيبه. كل ما يبقى جيبه كبير طب كل ما حضرتك ده بس ده بيبقى ادخل خلق الله ابو جيب ده. بالظبط. اللي عايز يقول شايفه الستات عاملين ازاي؟ مش عارفه تعملي زي الستات يا حبيبي، يا جاريه اطبخي يا سيدي كلف انزل هات لي ميك اب ب 5-10,000 جنيه كده، وانا ابقى لك 100 هيفاء وهبي. اعمل لي 100 3000 عمليه تجميل وانا ابقى 100 اليسا عادي جدا. بس المفروض برضو يا جماعه خلينا بس ايه نرجع برضو لموضوع الميك اب. عايزين نقول ان كل واحده المفروض تحط الميك اب اللي لايق على بشرتها. بالظبط. واللي يبرز جمال. انت حاطه الميك اب ده تحفه، الله هروح احط، لا لازم اشوف بشرتي شكلها ايه. يعني لون شعري غامق ولا فاتح، عينيا ملونه ولا مش ملونه، ملامحي نفسها كبيره صغيره. لكن الموضوع اللي بناخد من بعض ده لا احنا بصراحه كمان انا عايزه اقول حاجه دلوقتي يا جماعه غير زمان. السوشيال ميديا دلوقتي علمتنا، انا كنفسي انا واحده بتعلم الميك اب احط، يعني حتى لو انت بتعرفي تحطي ميك اب اتفرجي على فيديوهات كتير هتتعلمي وهتبقي احلى. ودايما زي ما ياسمين بتقول حطي اللي يليق عليكي. أيوة. وكوني واثقه انك حلوه من غير ميك اب او بميك اب. عارفين والله ايام الكورونا كنت يعني لما كانت الكورونا منتشره قوي كنت بيبقى عندي تصوير، فببقى خايفه ان حد الاختلاط الزياده، فدخلت فعلا على السوشيال ميديا واتعلمت. اي نعم هو مش زي اللي هم بيعملوه لينا يعني في القناه، ولكن الى حد ما قدرنا نتعلم. بس انتوا مع الموضه بقى في الميك اب، يعني مثلا انت يا شيرين وميار وياسمين ودينا قولي مثلا لو طلع مثلا الوان ماسكرا وروجات غريبه والحاجات دي تحبوا تجربوا ولا بتخافوا تطلعوا اوت اوف ذا بوكس؟ تحبي تجربي حاجات جديده؟ ما بحبش اجرب اي حاجه جديده تمام، بالذات لو انا داخله على مناسبه. انما في الطبيعي يعني اجربه وانا قاعده في البيت. اوكي، لكن ما تجربوش وانت خارجه؟ لا مستحيل. والله يا جماعه خلاصه كل كلامنا ده ان احنا عايزين نوصل لكم رساله مهمه جدا. احلى ميك اب واجمل ميك اب واغلى ميك اب هو ضحكتك وابتسامتك وشك البشوش وقلبك الطيب الحنين اللي هيطلع على وشك قبل ما تبداي بقى تحطي الالوان وتحطي الحاجات دي.